السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه كل الفيديوهات اللي قبل كده اللي أنا صورتها كنت دايما بتكلم إن إزاي نتعامل مع بعض، إزاي الدنيا تبقى حلوة لو كل واحد اتمنى الخير لغيره، لو كل واحد اتكلم بأسلوب كويس، لو كل واحد ما بصش على حاجة في إيد حد تاني. وقلت بيبقى فيه صعب، لأنها مسألة تعود، إن نجرب، لأن هي مسألة تعود زي ما قلت، يعني نجرب نعمل كده فترة من الزمن، هنلاقي نفسنا اتعودنا على سلوكيات كويسة ومحترمة عشان نتعامل بيها مع بعض، وعلى الأساس ده الدنيا هتظبط ويبقى الدنيا ماشية يعني. تمام. أنا عادة ما بحبش أصدر غير الطاقة الإيجابية، بس أنا مضطرة النهاردة عايزة أتكلم عن نقطة معينة. الناس يعني عايزة النهاردة أتكلم عن الجزئية اللي هي مش كويسة، اللي أنا كنت بتكلم عليها بس ما كنتش عاملة عليها فوكس يعني. في ناس صعبة فعلا، في ناس ضمايرها مش كويسة، في ناس نفسياتها مش كويسة، ما بتتمناش الخير، ردودها قاسية جدا، ما بيهمهاش ان الرد ده عمل ايه في نفسية اللي قدامها. في ناس تتعامل بتدي كلام صعب جدا، كأنها يعني لو جابت طوبة ورمتها ممكن الطوبة تكون أحن شوية من الكلام اللي هي اللي الشخصية دي بتقوله يعني. ولما الطرف التاني اللي هو المجني عليه يتكلم ويقول كلامك ضايقني، او انت ليه بتقول كده، كان المفروض تقول الكلام ده بطريقة مش كويسة، بطريقة تانية احسن من كده، لان الطريقة دي مش كويسة. التاني بيلاقي ان رد الفعل ده مش مناسب مع اللي هو قاله، لان هو في ناس يا اما بتبقى فاكرة ان هو انا ما قلتش حاجة وانت اللي اوفر، انا كلامي ده طبيعي وانا بفهمك الصح من الغلط، السكة دي يعني، وقلبي عليك والكلام ده كله. وفي ناس هو كده، وإذا كان عاجبك ده طريقتي وده أسلوبي ولو عاجبك أوكي، مش عاجبك بالسلامة يعني. فأنا عايزة أعرف يعني إيه الناس دي، شخصيتها إزاي. الناس دي لو اتعاملت بالمثل هتبقى متضايقة، هتبقى زعلانة، هيبقى رد فعلها عنيف، لأن ما تحبش إن هي تتعامل بنفس الأسلوب اللي هي بتعمل بيه الناس. سبحان الله، لما بتيجي تعامل الناس بالاسلوب البشع ده، هو نفس الاسلوب لو اتعاملت بيه بتحس ان اللي قدامها تجاوز. طب انت حاسس بنفس اسلوبك ده ان اللي قدامك تجاوز في حقك، وهو نفس الاسلوب انت مش متجاوز في حق الاخرين؟ بجد انا مش قادرة استوعب، ومش قادرة اوصل لعقلية الناس اللي بالشكل ده. كتير جدا مثلا لو هنتكلم في علاقات مثلا معينة، كتير جدا مثلا زوج وزوجة مثلا، آه نلاقي الزوجة مثلا تقول أنا مستحملة مثلا كل عمري علشان خاطر الولاد وكده، مستحملة طولة لسانه مثلا باللغة العامية يعني، مستحملة إحراجه ليا، مستحملة إن هو بيقلل مني، مستحملة أسلوبه الناشف معايا، مستحملة، وتقعد ترص في شوية حاجات. وكل ده عشان خاطر مثلا الولاد او اي حاجة تاني، يعني كل واحد عنده اسباب، وكل واحد عنده الحاجات المهمة في حياته يعني. تمام. طيب، اتحملت وتمام التمام، وعشان خاطر الولاد وكل حاجة، لو هنتكلم ان هي نقطة الاهتمام الولاد يعني، الولاد كبروا وكل واحد بقى ليه حياته، سواء مثلا شغله، سواء بيته، لو هو متجوز مثلا او هي متجوزة.
كل واحد ليه حياته، وكل واحد بقت مسؤولياته وحياته أهم من أي حاجة تانية. فالأم دي بقى بتحس إن هو يعني طب أنا اتحملت ده كله ليه؟ لمين؟ وعشان خاطر إيه؟ يعني إيه الاستفادة؟ يعني إيه اللي عاد عليا أنا بإن أنا يعني العمر ده كله اللي أنا اتحملته عشان خاطر أشخاص معينة في حياتي مهمة، ولادي بقى آم، whatever، يعني أي حاجة، أي اهتمامات تانية. آم، إيه اللي عاد عليا أنا؟ إيه الراحة اللي أنا اكتسبتها بعد السنين دي كلها؟ بالعكس، بيبقى فيه آه غير اللي أنا اتحملته، أو غير الناس بتتحمله يعني من الشخصيات دي، زاد عليها كمان الشخصيات اللي أنا اتحملت عشانها السنين دي كلها. طب أنا إيه العائد عليا بالإيجاب؟ بالعكس، كل اللي عاد عليا بالسلب. يعني كل اللي حصل لي، ما كل اللي أنا كسبته في السنين دي كلها، تعب نفسي، تعب جسمي، آه طريقة تفكير طبعا أكيد مش مظبوطة، لأن النفسية مش مظبوطة، آه حاجات كتير كلها سلبية سلبية سلبية. طيب ليه بقى من الأول؟ يعني لما الأم تيجي، لما الزوجة الشابة تروح تقول لمامتها أنا مش مرتاحة، أنا مش عايزة أكمل مع الشخصية دي، أنا اتجوزته على أساس حاجة واتضح إن الموضوع مختلف خالص، هو شخصية كذا وكذا واللي بيحصل كذا وكذا، بيبقى رد الفعل إن هو ما ينفعش، إن هو أنتي لازم تكملي، لازم تتحملي. آه يعني مش انتي لوحدك كده، كل الستات كده، وكل الرجالة طبعها كده. بيبقى ردود أفعال الأم غالبا، عشان ما اظلمش كل الأمهات، غالبا الرجالة كلها تبقى واحد، انتي لازم تتعودي، ولازم تاخدي يعني خلاص الحاجة اللي هي بتضايقه ما تعمليهاش. لما يجي يرد عليكي رد مش كويس أو يرد رد بايخ، اسكتي، ما عدي الموضوع. يعني الكلام اللي بيتقال ده كله في المناسبات اللي زي دي علشان خاطر يحافظوا على البيت، وعلشان خاطر بنتها ما تطلعش. تمام، هي حافظت على البيت وحافظت على الشكل الخارجي، زوج وزوجة وأولاد وبيت، إنما الشكل الداخلي أو بنتها من جوه شكلها إيه، ما فكرتش الأم في كده. طبعا برضو هقول تاني الأغلب، عشان ما اظلمش كل الأمهات، الأم دي ما فكرتش بنتها من جوه شكلها عامل ازاي، ما فكرتش نفسيتها، ما فكرتش حياتها، ان الزمن بيعدي وبنتها دي ما عاشتش حياتها، ما عاشتش حياتها مع زوج أناني، نرجسي، متسلط، شايف نفسه أهم محور الكون، الأنا عنده عالية جدا، هو أهم حاجة ومفيش حد تاني مهم، هو اللي بيفهم في كل حاجة ومفيش حد تاني بيفهم في أي حاجة. طيب تمام، لو مفيش بديل ومفيش دخل تاني تخلي، ومفيش حد، يعني مش دخل هقول حتى، يعني حتى لو ما كانش فيه دخل وفي سبورت في حياة الزوجة دي، في حد سند واقف وراها، يعني مثلا الأم مثلا مامتها أو باباها يقولوا لها تمام يا بنتي، انتي مثلا مش بتشتغلي او مالكيش مصدر رزق، خلاص سيبيه وتعالي عيشي معانا تاني، رجعي معانا تاني. هو ده بقى السبورت اللي انا بقول عليه. لو ملهاش مصدر رزق، يعني في ناس كتير تقول انا لا، انا مش هقدر اسيبه علشان خاطر انا ما عنديش حد يصرف عليا. ما عنديش حد يصرف عليا دي، انا على طول المفروض طبيعي بترجمها ان ما بتشتغلش طبعا، ان هي مفيش ميراث، او ملهاش مثلا رصيد فلوس يعني تصرف منه،
الأم والأب مش موجودين في الدنيا، متوفيين. دي أول حاجة المفروض تخطر على بال أي حد. لكن لو الأم والأب موجودين وبيفكروا بطريقة سليمة وبيفكروا في مصلحة بنتهم، هيبقى فيه مجال إن هي تسيب الشخصية دي أو إن هي ما تكملش معاه. فأنا بتكلم بشكل عام، وحددت العلاقات يعني في الزوج والزوجة يعني. لو صحاب، طيب لو صحاب، طب أنا إيه اللي جبرني إن أنا أقعد مع صديق مثلا كل كلامه تف، كل كلامه عنيف، يعني بيحرج اللي قدامه. طب إيه اللي جبرني؟ يعني صوته عالي. الصوت العالي أساسا مبدئيا اسمها ايه، بيستفز الجهاز العصبي في الشخصية السليمة. الصوت العالي بيستفز الجهاز العصبي في الشخصية اللي قدام، الشخصية اللي بتعلي صوتها دي. طيب يعني يبقى أنا ما استمرش في علاقتي بصديق مش كويس. إيه اللي جبرني؟ المفروض ان الناس بتعرف بعض علشان خاطر ترتاح، علشان خاطر تساعد بعض، علشان خاطر تكمل الدنيا مع بعض. احنا اصدقاء مثلا، لو انا محتاج حاجة هتساعدني، انت محتاج حاجة انا هساعدك. الدنيا كده يعني. فانا ما عنديش يعني استعداد ان انا اتحمل صديق طف كده. تمام. في الجيران، ايه اللي يخليني اتحمل جار مثلا بيأذيني؟ مفيش اي سبب يخليني اتحمل. حتى لو انا شخصيا ما بحبش المشاكل وجاري ده مثلا بيحب المشاكل، لا انا هكلم مثلا جار تاني، اخليه يجي يتكلم معايا، اكلم مثلا اي حد. مش بسكتش يعني، مش لازم اتخانق، مش لازم اعمل زيه لو هو مثلا شخصية فالجر يعني. مش لازم اعمل زيه، انما احاول يعني اشوف ايه الموضوع، احاول احل الموضوع باي شكل من الاشكال، علشان انا مش مجبرة ان انا اقعد جنب جار مضايقني. فالعلاقات الانسانية في حياتنا مهمة جدا، والعلاقة اللي ما تعودش عليك بالايجاب مفيش داعي منها. العلاقة اللي بتعود عليك بالسلب، احنا هنعيش قد ايه؟ هنعيش يعني عمرنا قد ايه؟ يعني اعمار امتي، النبي عليه الصلاة والسلام قال اعمار امتي من 60 ل70. يعني مش قصة، يعني الوقت بيجري جري. اللي لسه مولود امبارح النهاردة عنده 50 سنة و60 سنة. الدنيا بتجري، الدنيا بتجري. ف انا ايه اللي جابرني اتعامل مع شخصيات نرجسية، اتعامل مع شخصيات يعني بتخليني عايشة كده عمالة افكر طب انا عملت ايه غلط. الشخصية اللي تخليني اقعد افكر في طريقة كلام، في طريقة تعامل. طب انا المدخل، لما افكر في مدخل ان انا اتكلم بيه معاك ازاي علشان خاطر ما تتعصبش عليا. الشخصية اللي انا احمل هم النقاش معاها. ليه؟ ليه يا جماعة التعب اللي الناس فيه؟ ليه؟ يعني براحة لنفسنا شوية، براحة لنفسنا شوية. لو انا متضايقة مثلا من ردود افعال الاخرين، اكيد الاخرين اللي هم اللي طبعهم صعب دول اكيد برضو يعني نفسياتهم مش سوية، اكيد نفسياتهم مش سوية. اتمنى ان كل الناس تبقى كويسة. اتمنى ان احنا نعيش مرتاحين في الدنيا بقدر الامكان. ان مضايقنا نشيله من حياتنا خالص. لو ما عرفناش نصلحه يعني نحاول نصلحه. انا بقولش ان احنا نهرب من اول حاجة، نحاول نصلحه. ما تصلحش خلاص. انا نفسي عندي اتمنى اكون ما طولتش عليكم. بحبكم. اللي مشتركش في القناة اشترك ويفعل الجرس
للكل عشان يوصل لكل جديد، ولايك وكومنت لطيف. وأتمنى منكم قوي قوي لو حبيتوني وحبيتوا كلامي تعملوا شير في كل حتة عشان نتعرف ونكبر والعيلة تبقى كبيرة. أي حد عنده جروب على الفيسبوك، على صفحته، على الواتساب، على أي حاجة، يعمل شير للفيديو اللي يعجبه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.